احنا النهاردة في 2050 وانا جايبة لكم اهم اخبار المستقبل من 2050 ل 2025. والنهاردة هحكي لكم عن الاكل اللي بقى كله صناعي والاكل العادي بقى مجرد رفاهية. في 2050 الاكل اتغير تماما. في 2025 كنا لسه بناكل لحمة وفراخ والاكل العادي، لكن دلوقتي الاكل ده بقى رفاهية مش كل الناس تقدر عليه، وده لان التغيير المناخي قلل الزراعة والمية، وتربية المواشي نفسها بقت غالية جدا. عشان كده بدأوا يصنعوا أكل بديل، يعني لحوم معمولة في معامل وبروتينات نباتية بطعم قريب من الحقيقي. وكمان ظهر نظام جديد للأكل، بدل ما تقعد تاكل وجبة كاملة ممكن تاخد كبسولة صغيرة أو بودرة متدوبة في مية، وهتلاقي فيها كل العناصر الغذائية اللي جسمك محتاجها وتكفيك كمان طول اليوم. وفي 2050 فكرة انك تقعد على ترابيزة تاكل وجبة عادية بقت نادرة ومقتصرة بس على اللي معاهم فلوس. يعني الأكل اللي كان طبيعي في 2025 بقى مجرد رفاهية في 2050. في 2050 معظم الأكل بقى في كبسولات وحبوب. لو ده بقى أكلك كل يوم، هل هتتأقلم عادي ولا لأ؟ قولي رأيكم في الكومنتس، وقولي حابين تعرفوا ايه تاني من أخبار المستقبل من 2050 ل 2025.